يعني حاجة لافتة للنظر. بزيرة ده حاجة ممتعة، حاجة يعني. وله حق في ماتش النادي الأهلي كان يعملوا معاه كده، لأن هم عارفين إن الراجل ده لو اتساب ما كانش المباراة دي هتعدي على خير، مع إن الأول كورة عملها وبانفراد وعدي الدباغ ضيعها، الشناوي صدها. ولكن هو لو كان اتساب كان هيعمل اللي هيعمله في اي فرقه، اهلي بقى اسماعيلي، بس هو يتساب ما يتلعبش عليه مان، هيدغدغ الدنيا. ويمكن حتى لفت نظري في اخر المباراه كان دايما ينادوا على زيزو، جماهير الزمالك بعد كل ماتش. النهارده بينادوا على بزيرة والراجل ده نسى جماهير الزمالك زيزو خالص، بدليل ان بعد الماتش كلهم قعدوا ينادوا عليه تعالى ويرقص معاهم وخلاص يعني ده صفحه واتقفلت. وهو ده اللي مخلي يعني عامل ضغط كبير قوي على زيزو. هو كان مفكر ان جماهير الزمالك هتعيط وهتندم عليه، وان هي ما فيش لعيب هيجي زيه تاني، وان هيقعدوا فتره بقى قبل ما يلاقوا نص امكانيات زيزو. ولكن الراجل دوت امكانياته تفوق زيزو واتخن من زيزو كمان. يعني بصراحه امكانياته الفنيه والبدنيه ده النهارده عامل كمان يعني جايب جونين، والجون التاني ده جايبه من الاجوان اللي هي ميسي بيجيبها، اللي هو شيب ده من فوق الجون او لوب من فوق الجون ده. دي ما بتشوفش الحاجات دي الا من ميسي. هو هيدخلها بقى الفتره اللي جايه دي، هيدخلها ان شاء الله في الدوري. حتى يمكن النهارده في لعيب في الاسماعيلي جابها النهارده، ممكن يكون كان بيتفرج عليه ولا حاجه. بس فانا بقول لك، وعمل جونين كمان، يعني عامل جونين كمان لسيف الجزيري وسيف فاروق جعفر، وهو جايب جونين. ايه يا عم في ايه؟ وخلي بالك ان كمان الفرقه ما بتلعبوش، والله العظيم ده عايز كان لعيب كوره كمان يلعب معاه كده، ده يدغدغوا الدنيا. ومش اناني، يعني في كوره كمان مفروض ان هي انفراد ويروح بيها، هو عملها للشيكابانز عشان يجيب جون اخر. فما عندوش حته الانانيه يعني، او الانا يعني عموما يعني.